السلام عليكم، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد علي من قناه نجرب وفيديو جديد. فيديو النهارده كده حماسي ومختلف، وانا متحمس جدا ان انا اعمل الفيديو ده من زمان، بس ما جاتش فرصه. مش عارف ليه يعني، ما حدش يسالني، بس ما جاتش فرصه وهي جت اخيرا عشان نجرب الاكل الاسيوي. وانا اول مره في حياتي اجرب اكل اسيوي. يعني اخرنا شويه النودلز اندومي ومش عارف وكنور والحاجات اللي هي في السوق دي. المفروض ان المطعم حتى هو كاتب كده من اسيا الى باب بيتك، او من اسيا يعني الاكل من هناك لباب البيت. فهنشوف هل التجربه كانت تستحق ولا تجربه وعدت. فقبل ما نبدا كده، لايكوك الجميل، واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس، يعني ده الدعم الوحيد اللي تقدروا تقدموه لي. وخلينا نبدا الفيديو. كل ما ببقى قاعد بقلب كده في الفيسبوك او الانستجرام، دايما يظهر لي المطعم ده في اعلانات، عامل اعلانات كتير جدا، ودايما يظهر لي وشكل الاكل كده مشهي. فقلت عايزين نديله فرصه كده ونجرب الاكل الاسيوي عموما، يعني مش المطعم ده تحديدا. طب تعال نشوف الاوردر بتاعنا. ده الاوردر بتاعنا في الكيس ده. هو مطعم اسمه ايشيان كينج. هو تقريبا مش مطعم، يعني هو تقريبا حاجه زي الكلاود كيتشن كده، يعني مطبخ وبيوزع بالدليفري وخلاص، لكن مفيش صاله مثلا تروحوا وتقعدوا وتاكلوا كده. ويمكن دي الى حد ما بتكون ميزه في الاسعار، بتبقى ارخص شويه من المطاعم اللي فيها صاله وكده. دي الفكره اللي انا فاهمها، ممكن تكون صح او غلط. اللي يعرف حاجه زي كده، هل الكلاود كيتشن بيبقى ارخص عشان مفهوش قاعه استقبال او صاله استقبال وكده، ولا ملهاش علاقه؟ يكتب لي في الكومنتات. بس تعالوا كده نطلع الاوردر بتاعنا ونشوف ايه المحتويات. ادي 2 باكج، وادي تقريبا ده الشوربه، ده تقريبا مقبلات، وادي كيس تالت، وادي وجبه، وادي التانية. ده الاوردر بتاعنا. خلينا نبدأ واحدة واحدة كده ونشوف الدنيا. اول حاجة معانا هي شوربة اسمها سويت كورن تشيكن. دي سعرها 50 جنيه. وانا مش عارف بصراحة يعني تقييمها هيبقى بناء على ايه، بما ان انا لسه اول مرة اجرب وما عنديش اي خلفية ابني عليها تجربتي. لا دي حلوة للي انا دقته قبل كده، لا دي وحشة. فتبقى تجربة يعني ايه، او تقييم بمعنى صح لحاجات اول مرة ادوقها في حياتي، يعني حرفيا في حياتي. بس عايز اقول لكم ان شوية روايح يعني حاجة محترمة يعني. وانا بس في البداية بس بعيب على المكان موضوع انك تعمل اوردر، وخصوصا ان انا اول مرة، فانا مش فاهم اي حاجة يعني. انا بس بحاول الوش كده بالاسم، ويا دوب عملت الاوردر وكتبته، وبعدين بتصل بيهم قال لي لا يا فندم الاوردر بيبقى عن طريق الواتساب. فطبعا يعني الموضوع كان مش عارف يعني، انا ما حبيتش الحتة دي، يمكن عشان اول مرة. فهو عمال يقول لي طب انت عايز الاوردر كذا، وكل ده رسائل وفويسات. ف يعني المفروض يبقى اول اوردر او اول مره يبقى بالتليفون حتى. يعني دي فكره انا بقولها على اساس يبقى فيه ان انا عايز استفسر عن حاجات. الوجبات بيجي معاها رز ولا نودلز كده يعني. فدي يعني حاجه حبيت كده انوه عنها بس يعني. طيب تعال نبدا بالشوربه كده ونشوف. الاكل كله جاي سخن، حاجه كويسه قوي يعني برضو. انا شايف شوربة كده يعني، بس قوامها تقيل شوية بصراحة، وفيها ذرة وفيها قطع فراخ زي ما تكون مسلوقة. بس قوام الشوربة يعني تقيل شوية، مش مية كده، فاهمين؟ اللي هو لزج فيه لزوجة كده. انا هحاول ابين لكم، مش عارف هيظهر لكم كده ولا لا. طيب تعالوا ندوق. بصوا، هو الشوربة عبارة عن فراخ مسلوقة حرفيا، ومعاها الذرة ده، والشوربة اللزجة دي مش عارف يعني لزجة ازاي، بس يعني ايه، شوية ملح وفلفل وخلاص. في الطعم بقى اللي هو ايه بقى، اللي انا دايما بشوفه، طبعا بشوف فيديوهات، فبشوف الفيديوهات الاكل اللي هو ان الاكل الاسيوي معظمه بيبقى سويت اند ساور. فانا حاسس الطعم ده هنا شويه كده حدوقيه من الفراخ على تسكيره من الذره. يعني لو هنديها تقييم مثلا يبقى تقييمها 5/10. تعالوا نروح اللي بعده. تاني حاجه معانا هي حاجه اسمها الدمبلينج فراخ. دي سعرها 40 جنيه. تعالوا نفتح ونشوف. وانا دايما لما بشوفها في الفيديوهات بشوفها حاجه كده عامله زي العجين نيه او مستوي على البخار، بتبقى محشيه فراخ. فانا قلت اجربها، ومعاها صوص كده
تقريبا ده سويت شيلي، هنشوف. هو في الصوصات برضو خيرني، قال لي يعني محتاجين في الاوردر يكون في اختيار للصوص. انا بصراحة قلت له انا اول مرة اكل اكل سويسي اول مرة اكل اسيوي، فيعني الصوصات دي سايبها لكم انتوا وذوقكم يعني. فدول 3 قطع دمبلينج زي ما بقول لكم كده، يعني شبه العجينة كده شوية. واللي انا فاهمه ان هي بتبقى مستويه على البخار، معرفش هل صح ولا غلط المعلومه دي. يا ريت اخواتنا اللي بياكلوا اكل اسيوي يعني يبقوا معانا في الحلقه دي كده يسندونا، ومعانا في الكومنتات برضو هل فعلا الدمبلينج ده بيبقى مستوي بخار ولا دي معلومه غلط. تعال نشوف بس الاول كده. يعني هي دي شكلها، والله ريحتها عامله زي ريحه السمبوسك كده. ريحتها والله مقليه، مش ريحه بخار، مش عارف يعني. وقلب على ريحة فرايد تشيكن شوية. طيب تعال ندوق. هو من جوه كده زي ما يكون معاها جزر مبشور وقطع فراخ. تعال نجربها بالصوص. ده فعلا شكله صوص سويت شيلي. مختلفش كتير غير طعم الصوص بس هو اللي ظهر مش اكتر يعني. بس كأول مرة اجربها لا يعني الموضوع شغال، وممكن اديها 7/10. تعال نروح للتقايل بقى ونخش على الوجبات. الوجبة اللي معانا دي هي المفروض ان هي وجبة خضروات ومعاها نودلز. هو بيخيرك يا اما معاها نودلز، اي وجبة معاها نودلز او رز، فانا اخترت نودلز عشان نعيش التجربة كاملة. الوجبة دي بتبقى عبارة عن كل الخضار تقريبا اللي موجود في الوقت ده، زائد السايد بتاعه اللي هو النودلز او الرز. والنودلز هنا بيبقى معاها برضو خضار، حتى لو رز برضو بيبقى معاه خضار. تعالوا نشوف. طيب تعال نجرب. بس هو طبعا مفيش اللي هو الشوب ستيكس او العصايتين دول، هو جايب لنا بس شوك وكده. فتعالوا نشوف. انا قلت لكم السعر، دي سعرها 80 جنيه. هي اسمها كومبو واحد خضروات. تعالوا نشوف. انا شايف هنا كوسة وكرنب تقريبا، وبصل وفاصوليا خضراء وبسلة وجزر مبشور، كل ده مع صوص سويت اند ساور. الاكل سخن جدا. تعال ندوق. معلش بقى النور قطع، فيعني اضطريت كده استعين كده بباور بانك موجود ونشغل بس الاضاءة دي، فربنا يستر. فحاول انجز لكم، معلش استحملوني، لان انا لو استنيت على بال ما النور يرجع فيها ساعة وهيكون الموضوع برد، هتبقى التجربة مش لذيذة اوي. فتعال نشوفوا هنا النودلز نفسها مختلفة، تحسوها عجين كده واعرض شوية، ودي شكلها. فتعال ندوق. وبيبقى معاها خضار كمان. وطعم النودلز حلو، وفي زي طعم شوي او حاجة زي كده، محل الطعم مع الخضار ميكس حلو. طبعا ده اديله 7/10 عشان الخضار بس ما عجبنيش. تعال نروح لاخر حاجة معانا. رجعت لكم تاني بعد ما النور رجع، معلش بقى شوية اللي فاتوا دول، بس يعني كنت جيت في نص التقييم، وكمان باور بانك كان فصل معاه الرينج لايت دي، فكان الوضع سيء يعني. فسامحونا بقى في الحتة اللي كان فيها امور مش قد كده يعني. المهم احنا معانا دلوقتي اخر حاجة، ودي اسمها كومبو 4 او وجبة كومبو 4. دي بتبقى عبارة عن ميكس لحمة مع ميكس فراخ مع النودلز اللي هي بالخضار، ودي سعرها 139 جنيه. طبعا يعني انا كنت فتحت الستريتش ولسه اصورها، فكان طبعا النودلز دي بردت، فديتها تسخينة كده بس. هنفتح ونشوف. هي الوجبة عبارة عن ميكس فراخ زي ما انتم شايفين، ومعها لحمة والنودلز. بس هنا النودلز انا حاسس ان هي ما فيهاش لون التدخين زي اللي كانت في النودلز بتاعت الخضار. زي ما انتم شفتوا كده، انا حسيت ان النودلز دي ما فيهاش التدخينه بتاعت او لون التدخين اللي كان في النودلز اللي فاتت. هشوف الاول بس النودلز. طبعا هي برضو هي نفس النودلز اللي معاها خضار. نفس طعم التدخين موجود هنا. طيب تعالوا ندوق كده الفراخ. المفروض ان هي قطع فراخ مع صوص السويت اند ساور.
ومعها قطع خضار متشوحين كده. تعال نشوف الفراخ لوحدها. ريحتها حلوة قوي. حلو قوي الفراخ قوي، يعني زي ما تكون عليها طبقة بريدنج كده خفيفة، ومع الصوص طعمها حلو قوي. تعال نشوف اللحمة. هي شرايح زي كده، شرايح صغيرة. هندوق. بصوا، لا هي مستوية كويس، بس لا مش يمكن مش لايق معها الصوص. يعني صوص السويت اند ساور لايق قوي مع الفراخ، لكن مش لايق مع اللحمة. طيب تعالى كده نلم الدنيا والخص لكم التجربة. طبعا تجربة النهاردة مختلفة تماما عن اي تجربة انا عملتها قبل كده، وخصوصا دي حاجة اول مرة اجربها في حياتي، فكان الموضوع كده يعني زي ما يكون كده استكشاف لحاجة. بس عموما بالنسبة للاكل او بالنسبة للمطعم ده، انا اللي عجبني فيه ان فعلا الكواليتي بتاعته محترمة، والاسعار اعتقد ان هي كويسة معقولة. انا ما جربتش اي براند اسيوي تاني او اي اكل تاني اسيوي عشان اعرف احكم على السعر. بس يعني خلينا نرتب مثلا ان انا ايه اللي ممكن اجيبه تاني. اعتقد الشوربة ممكن عندهم تبقى كويسة، عجبتني الشوربة. وطبعا في الفصل بتاع النور لما قطع ده، طبعا اكلت من وجبة الخضار والشوربة والدمبلينج. فالدمبلينج يعني ممكن يتجرب مرة واحدة وخلاص، ممكن ما تجيبوش تاني. وحلو وكل حاجة، بس يعني عارفين انتوا الحاجة اللي هتتجرب مرة واحدة بس. بالنسبة لوجبة الخضار لا، ما عجبتنيش، يعني انا ما اروح لهاش. لكن الناس اللي هي بتحب الهيلثي وكده حلو قوي، خضار فريش. اما بالنسبه بقى للنودلز عموما، فالنودلز بتاعتهم تحفه. يعني طعم التدخين اللي فيها ده انا معرفش طبعا برضو، يعني معلش انا عمال بكرر الكلام، بس يعني عشان الموضوع يبقى في الصوره ان انا التقييم بتاعي بناء على التجربه دي فقط. اما بالنسبه لو هجيب حاجه بروتين جنب النودلز، فانا برشح اكتر الفراخ. اللحمه بتاعتهم كويسه، بس ما كانتش لايقه مع صوص سويت اند ساور. ما اعرفش بقى ممكن تليق مع صوص ايه تاني. فالناس اللي بياكلوا اسيوي يكتبوا لنا في الكومنتات انتوا بتاكلوا ايه من المطاعم الاسيويه، وهل جربتوا المطعم ده قبل كده ولا لا. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير، ولو بتتفرجوا علينا من الفيسبوك يبقى فولو للصفحة، ولو بتتفرجوا علينا من اليوتيوب يبقى اشتراك في القناة. في صندوق الوصف تلاقي اكونت انستجرام، ممكن تعملوا فولو هناك، بتنزل حاجات ما تنزلش على اليوتيوب. واشوفكم في فيديوهات جديدة تانية، وشكرا لكم. سلام.